السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أصدقائي؟ على قناة شرح مختصر هنقدم كل جديد. باختصار هنتكلم عن موقع جديد لتعلم اللغة الإنجليزية وهو اسمه BBC Learning English. ده مش موقع جديد، هو جديد بالنسبة لنا احنا ان احنا نعرفه، لكن هو من زمان يعني موجود. BBC Learning ده بيتخصص في تعلم اللغة الإنجليزية للكبار وللصغار، وأقسامه جديدة كبيرة جدا، فاحنا تعالوا نتعرف عليها بشكل سريع. أول حاجة بيتخصص فيها الموقع إن للانترميديت ليفل اللي هم المبتدئين، مستوى المبتدئين، بيديهم حاجة زي 6 minute English، حاجة بسيطة صغيرة قوي مدة 6 دقايق. فيديو بيتكلم عن موضوع ما ويدي أسئلة عليها، وبعد كده يدينا مقدمة، وبعد كده يدي أسئلة، وبعد كده يعمل زي vocabulary اللي هو كلمات الجديدة اللي جوه الموضوع، عشان بحيث ان انت تقدر تفهمها وشرحها. وزائد طبعا انه بيبقى في حاجة اسمها ترانسكريبت، يعني نص كده بكل اللي موجود في الفيديو. لو انت ملحقتش كلمة او مركزتش في جملة مثلا، بيبقى جوه الفيديو مكتوب، اسمه ترانسكريبت، يعني النص المكتوب. طيب، في جزء كمان حلو قوي بيعمله BBC Learning الموقع، انه في كورسات فري، بيبتدي من ايزي انجليش المستوى الاول، وايزي انجليش المستوى التاني، وفي ميديم اللي هو الانجليزي السهل البسيط للمبتدئين، في ميديم انجليش للمستوى وسط ليفل 1، وفي ميديم انجليش لليفل 2 المستوى متوسط، في هارد انجليش للمستوى متقدم ليفل 1، وفي هارد انجليش ليفل 2 للمستوى متقدم. في بقى انجليش فور اكاديميك بيربز اللي هم الناس الاكاديميين اللي دارسين اللغة، فده متخصص ليه. طيب، في حاجة برضو اسمها English for everyday situation، يعني انجليزي كل يوم، اللي هي المواقف اللي هي اليومية اللي بتحصل يوميا كل يوم، فبيحطها مثلا في جزء من 6 minute English، وفي اللي هو بيتكلموا ميديوم، وفي English in minute برضو، يعني English in minute، وفي 6 minute English، يعني دي مختلفة عن دي. فطبعا ده بيدور فيها المواقف اليومية اللي بتحصل لنا، بيخليك ازاي تعرف تتكلم طبيعي، انجليزي طبيعي، كأنك بتتكلم بطلاقة. طيب، تمام. برضو في جزء كمان بيتكلم عنه اسمه الجرامر اللي هو قواعد النحو والصرف، ودي برضو في منها ايزي جرامر، وفي منها هارد جرامر، وفي جرامر ميديوم وسط، وفي ريفرنس مرجع للجرامر، بحيث انه الواحد يعرف يرجع له في اي وقت، لان القواعد بالذات بتتنسي، فلازم يبقى في مرجع للجرامر بالقواعد. وفي حاجة اسمها ذا جرامر جيم شو، لعبة بالجرامر بحيث ان انت تفتكرها. طيب، في حاجة اسمها vocabulary and pronunciation، الكلمات ونطقها. طيب، الكلمات ونطقها في كلمات كتير قوي، منها في الكلمات السهلة، وفي جزء منها في 6 minute. برضو بنركز قوي انه هو في كل حاجة بيديك اقسام الكلمة ونطقها والجملة وازاي تتكلمها، يعني في شغل عالي قوي على الموقع دون، وبيتكلم بأكاديمية، وكمان بيخاطب كل المستويات، يعني المبتدئ والوسط اللي عنده خلفية، والمتقدم حتى كمان بيخاطب كل الشرايح دي. طيب، في حاجة اسمها pronunciation easy pronunciation medium. طبعا النطق ده مهم جدا في الانجليزي عشان يطلع perfect، فلازم يطلع كويس، فايه هما مركزين عليه شوية. طيب، في حاجة اسمها for teacher teachers room، في مدرسين على الموقع. طبعا دي حاجة برضو جميلة جدا، تلاقي في مدرسين على الموقع
بيدرسوا، عاملين كلاسز أو روم، يعني بيتكلموا فيها وبيشرحوا. فدي برضو جزء جميل جدا. في حاجة اسمها English for Children، ودي بقى اللي جديدة بالنسبة لي، اللي هو Stories for Children، قصص أطفال، اسمها جو أند بيلا. دي برضو قصص مفيدة جدا للأطفال اللي عايزة تحسن اللغة الإنجليزية أو في مدارس انترناشونال. دي يعني قصص ممتازة، بتحكي قصص، بتضيف كمان معلومة، وبتضيف موقف، وبتضيف نصيحة. فلا أنصحكم إن انتوا تفرجوا على أولادكم. English صوت نيوز طبعا في أخبار إنجليزية، تقدر تتعلم الإنجليزي من خلال الأخبار. يعني يعني تقدر تفرق بين وتفهم بين الأخبار الكويسة والأخبار المزيفة الفيك. طيب نيوز ريفيو أرشيف، طبعا في برضو في أخبار متأرشفة يعني قديمة، تقدر برضو تبص عليها، وفي أخبار جديدة. طيب بيزنس انجليش، بيزنس انجليش ده بيخاطب اللي هم القادة والعمل والانترناشنال لو، اللي هو القانون الدولي. فده جزء برضو صعب شوية، لكن ده متخصص لناس معينة بتدور في مجال البيزنس، مش للمتقدم والمتوسط. ده مرحلة تانية، شريحة تانية، للي هو حابب يبقى الموضوع أكبر شوية من هذه المستويات. طيب في حاجة اسمها كويزي سيريس، يعني أسئلة. الأسئلة دي دايما بتلاقيها ورا القطعة أو ورا الفيديو، يشوفك أسئلة دي العبرة منها إن هي تعرف مستواك، انت فاهم الموضوع ولا لأ. وأكيد فيها إجابات يعني أعتقد يعني. بس في حاجة اسمها اور بودكاست. اور بودكاست يعني ده حاجة زي راديو، يعتبر راديو بالنسبة لنا، لكن هي زي فيديوهات قصيرة إذاعية، بيتكلموا فيها عن أي موضوع وانت بتسمع ليها. يعني هي مش فيديو، بودكاست يعني زي ميكروفون وبتسمع الكلام، بتمرن ودنك على ازاي تنطق وتسمع الكلمة مع بعض. فدي حاجة كويسة تشجع على سرعة النطق وتعلم الإنجليزية بطلاقة وسهولة. طبعا في حاجة أخيرة اللي هو داونلود اور اب، دي اللي هو وسائل السوشيال ميديا، على التيك توك والفيسبوك واليوتيوب والانستجرام والتويتر. فدي حاجات برضو تقدر تتواصل معاهم فيها أو تبص عليها، يعني لك مطلق الحرية. طيب في طبعا دي الشرح بتاع الموقع اللي هو بيتكلم عن كورسز والكورسز بتاعتهم والأسئلة وازاي توصل لهم على السوشيال ميديا. وطبعا بتقدر تبص على أقسام، تكتشف بقى البي بي سي بيتكلم في كل حاجة، في السبورت، في الأخبار، في الترافل، في الريل، في الكالتشر، في الثقافة، في المستقبل، في الطقس، في التلفزيون، في كل حاجة، كل الأقسام هو بيتكلم فيها. دي حاجة كويسة جدا انك بتمرن الانجليزي بتاعك بسهولة. فطبعا بيكتب مقالات دايما وبيفرجك اللي هو stories for English ومقالة ازاي تفرق بين النيجاتيف والبوزيتيف كومنت. التعليقات السلبية والتعليقات الإيجابية دي حاجة مهمة جدا في حياتنا، لأن تقريبا حياتنا كلها تعليقات. في تعليقات إيجابية بتأثر معانا وبتدينا دفعة لقدام، وفي تعليقات سلبية بتأثر علينا نفسيا وبتدينا طاقة سلبية. ودي حاجة طبعا مش حلوة في زمن السوشيال ميديا، حتى السلوك ذات نفسه مش كويس. فخدوا بالكم، يعني في مقالات كويسة جدا بتفيد تطوير الذات والنفس. طبعا دي قصة من قصص الأطفال. قصة الأطفال بتتكلم عن best job in the world. دي قصة فيديو فيها أنيميشن بيشرح القصة، و يعني فيها نصيحة يعني. طيب ده الترانسكريبت كمان فيها ان الفيديو شغال، وفي محادثة جوه conversation جوه الفيديو، وفي بره الفيديو بقى read the transcript، يعني تقدر تتكلم وتقدر تبص على الكلام وهو مكتوب. ودي حاجة كويسة جدا للأطفال،
يعني عشان يقدر يسمع ويقرأ ويسمع النطق كويس. طيب طبعا latest stories for children دي برضو قصص قدامنا للأطفال. حابة ان انتوا تتفرجوا عليها، دي حاجة كويسة جدا تنمي أطفالكم في اللغة الإنجليزية، ودي حاجة جديدة. طيب طبعا الموقع فيه أقسام كتير قوي، احنا نبص عليها زي quizzes and level test، برضو في أسئلة على اختبارات المستويات، وفي vocabulary and grammar practice يعني كلمات وممارسة الجرامر. ما لازم الجرامر اللي هو الحروف الجر والقواعد الصرف كلها، طبعا دي قواعد دقيقة لازم الواحد يتمرن عليها كويس، والكلمات طبعا لازم ممارسة التيست ده يعني. في بيزنس انجليش ده بيتكلم عن البيزنس، وفي انجليش ات وورك فيديوهات عن العمل، ازاي اللي بيحصل في العمل، دي حاجة كويسة جدا. وطبعا أخيرا وأخيرا stories for children دي حاجة مهمة جدا. دي الأقسام كلها اللي موجودة، زائد طبعا الفري انجليش كورسز اللي هم عاملينها. دي كورسات بتتكلم عن مستويات الانجليش وازاي improve your pronunciation، تحسن النطق. طيب اقسام بقى نقدر نبص على الشارت اللي جنبنا دي، بتنزل منها الكورسز اللي قدامنا. في ايزي كورسز، في ميديوم كورسز، في هارد كورسز. يعني ايزي كورسز كورسات سهلة، ميديوم كورسات وسط، هارد كورسات صعبة. في طبعا قسم الجرامر، ده قسم اهو في النص، والبرونانسيشن النطق، والفوكابلري الكلمات، وطبعا جزء الأخبار إن الواحد يتعلم برضو من الأخبار الحديثة، يقدر يلقط كام كلمة كده يحسن الفوكاب ويبقى عنده حصيلة لغوية كويسة. طيب الكورسز دي ممتازة قدامنا اهي، وأقسامها والفروع اللي بيطلع منها، وطبعا كل حاجة فيها ايزي وميديوم وهارد. كل بارتيشن، كل قسم فيه سهل ووسط وصعب، كل واحد يختار على حسب مستواه اللي هو عايز يعمل فيه تحسين للغة الإنجليزية. طبعا في حاجة اسمها كويزز أسئلة، في حاجة اسمها تيست يور ليفل، تقدر تختبر المستوى الليفل اللي انت مختاره. في اختبارات على الليفل اللي بتختار، سواء الأول أو التاني، سواء صعب سواء سهل سواء متقدم. طبعا التيتشرز لهم جزء طبعا مختص بيهم. فور تشيلدرن برضو مختص بيهم، بودكاست زي ما شرحنا قبل كده، اللي هو زي تسجيلات إذاعية أو تسجيلات صوتية، بحيث ان انت تمرن الأذن على سماع اللغة الإنجليزية. طبعا دراما أكيد في فيديوهات أو مسلسلات. change language طبعا دي عادية، تقدر تغير اللغة الإنجليزي العربي لو في الأول قابلتك أي صعوبات. وطبعا ده الموقع بيسهل الدنيا على أصحاب اللغات المختلفة، إنه يقدر يحول الموقع لأي لغة هو بينطقها، ويقدر يساعده في فهم اللغة الإنجليزية ونطقها. بشكركم جدا على استماعكم لهذا الفيديو، وأرجو منكم المشاركة والمتابعة والسبسكرايب. ولو حابين أي فيديو يشرح أي موقع بسرعة وبسهولة واختصار، أشوفكم على خير إن شاء الله. وشكرا جزيلا لاستماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.